عنوان أي مباراة والتنافس والندية في الملعب، وكل مباراة هي فرصة أمام المجموعة كاملة للتطور والتقدم والدفاع عن هوية وشعار الفريق. ريال مدريد يفتدي الكرة هنا، يتقدم بالكرة، راح فيها، مسألة الخطورة قائمة. تدخل ناجح على الكرة، انظري بمروة يتقدم بالكرة، لابد أن تستغل هذه الكرة. هدف يكسر النتيجة السلبية، افتتحت المباراة الآن بضربة وضربة، يا لها من إثارة مرتقبة ومنتظرة. نظرة جديدة على هذا الهدف، واضح التمركز الرائع هنا، التواجد. رايس ميرتنز حكم يعلن عن دقيقة واحدة كون بديل. وصل لختام أحداث الشوط الأول. ضربة بداية الشوط الثاني، والهلال سيبحث عن طريق للعودة وقلب الطاولة بعد تأخره في الشوط الأول. إيتو مساندة تصل الآن، فرصة من جديد لكرة التعادل. الله الله، الكرة في المرمى، الزعيم يعود في هذا اللقاء، الهلال يسجل ويحتفل بهدف التعديل. وهذه إعادة الهدف الرائع، هذه الأهداف التي نستمتع بمشاهدتها مرة وثنتين وثلاثة. شوف التسديدة، شوف الكيفية، شوف كيف تدور وتروح في المرمى. تصبح الكرة مع الهلال. كاكا فرصة هدف باتجاه جويلينتون، الفرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. مستحيل يسجلون هدف التقدم في وقت قاتل، لا مجال للتعويض، انتهى كل شيء، هذا هو هدف الفوز. نشوف الهدف من جديد. من الصعب أن تلوم حارس المرمى اللي قام بدوره على أكمل وجه في التصدي الأول والتصدي الصعب، لكن لسوء حظه المتابعة